أنا لو قلت لك إن المشاعر اللي بتعيش بيها يومك ممكن تكون مش حقيقية، يعني الحزن، الحب، الخوف، كلهم ممكن يكونوا مش موجودين أصلا، إلا لأنك اتعلمت تسميهم كده، فصعب آه تصدق عكس كده، صح؟ طيب خليني أشرح لك. في مدرستين بيقولوا وبيحاولوا يجاوبوا على سؤال واحد، وهو هل المشاعر فطرية ولا هي مفاهيم مصنوعة واحنا عملناها؟ طيب، المدرسة الأولى هي بتتكلم من ناحية بيولوجية بحتة، بتقول المشاعر هي جزء مننا متأصل فينا بنتولد بيه، زي بول اكمان اللي درس الفيس اكسبريشنز بتاعت الوش ولقاها شبه بعض في كل الثقافات، حتى عند القبائل المعزولة. يعني المشاعر جاية عن نظام عصبي داخلنا، مش محتاجة تعليم، انت من جواك انت مشاعرك كده. في مدرسة تانية بتقول، وهي المدرسة البنائية، وبتقول طبعا العكس، وهو ان ليزا فيلدمان باريت بتقول ان المشاعر مش ردود افعال جاهزة، لكن هي مفاهيم بنتعلمها من المجتمع واللغة. يعني انت مش بتحس بالغضب كغضب، انت بتحس بإشارات جسمانية والمخك بيفسرها حسب السياق. المنطق بيقول ان كل طرف عنده جزء من الحقيقة، الجسم بيدي إشارات، لكن المعنى الحقيقي للمشاعر بيتكون من الوعي والثقافة والتجربة، طبعا من الاكسبيرينس بتاعتك. يعني المشاعر مش بس حاجة جوانا، دي كمان نتيجة احنا بنشارك في صنعها وبنخلقها، وبنقدر بعد كده اننا نصدقها. لما بدأت أفكر في المشاعر كأنها تركيبة من البيولوجي والمعنى بتاعها، بقيت أشوفها بطريقة مختلفة شوية. بقيت أفهم اللي أنا بعتبره حزن أو مثلا كومفورت زون أو راحة، ده مش حاجة ثابتة، ده بيتغير مع السياق والتفكير، حتى اللغة بتأثر في ده. وده علمني أكون أهدى وأكثر وعي بنفسي وبالناس حواليا، وأقدر حاجات كتير قوي. بص، قولي انت شايف ايه؟ وهل مشاعرك نبع من طبيعتك ولا نتيجة لتفكيرك؟ اكتب لي رأيك في الكومنتس وقول لي انت ايه رأيك، هل المشاعر هي كده ولا كده، من طبيعتك ولا هي من تفكيرك؟ ولو عجبك الفيديو اعمل لي لايك وسبسكرايب للشانل وبس. وعشان التفكير اساس التغيير عملنا لك Think with Rowan. باي.